بعد 3 سنوات لا تنسى، كيف يودع رادوي جماهير الهلال؟ أهلا بكم من جديد. بين الروماني ميريل رادوي المعروف في بلاده بيزورو أنسة ومحبة وود، والهلاليين أخلص للقميص الأزرق وكأنه فتح عيناه عليه، فأحبه الرجال الزرق حبا لا يعبر عنه أو لا يعبر عنه إلا بلغة العيون. البارحة وقع للهلال سنة إضافية تمهيدا لانتقاله إلى العين الإماراتي في الموسم المقبل ليلحق بمواطنه المدرب أولاريو كوزمين. 3 أعوام كيف قضاها رادوي في الرياض وفي الهلال؟ عن ذلك أتحول الآن إلى الرياض، ومنها ينضم إلينا مباشرة الروماني الماهر الذي لن تنساه الملاعب السعودية ميريل رادوي. رادوي، أولا أهلا بك، شكرا لقبولك دعوتنا وحضورك على العربية في المرمى. ثانيا كابتن، أريد أن أسألك يعني هل هي الأيام الأخيرة لرادوي في الرياض؟ بداية نود أن أقول مساء الخير لك ولجميع مشاهديك. ثم بالنسبة لأيامي الأخيرة في الرياض، كلا ليس بعد، لأن عقدي مع الهلال ما زال ساريا، وسنرى فيما بعد ماذا سيحدث خلال أشهر أو سنة، ربما لست واثقا. نعم كابتن، يعني أسألك سؤالا افتراضيا، فيما لو افترضنا بأنها أيامك الأخيرة في الرياض، ما الذي بقي في ذهن رادوي أو الذي سيحتفظ به كثيرا عندما يغادر الهلال؟ قلت لك في البداية لا أعرف إذا كنت سأغادر، أما بالنسبة لي فهي تجربة جيدة هنا في المملكة العربية السعودية، وقد كانت تجربة جيدة ومفيدة لي على مستوى عال في كرة القدم، كانت جيدة، وآمل في الأشهر المقبلة والسنة المقبلة. لا أعرف كيف سيكون الوضع، لسنا واثقين من أي شيء، لا نعرف ما يحدث في كرة القدم في السنة القادمة أو الشهر القادم حتى. نعم كابتن، يحبك أو يحبوك كثيرا جماهير الهلال، يعشقون رادوي الذي أفرحهم كثيرا بالقميص الأزرق، سجل ودافع وكأنه ولد في هذا الفريق الأزرق. من الصعوبة أن يودعوك كابتن، كيف تعلق؟ علي أن أقول أنا أشكر بداية المشجعين واللاعبين وكل الأشخاص في هذا النادي، لأنهم كانوا مساندين لي، والمشجعين كانوا يهتفون باسمي في كل مباراة لأنهم يقفون مع كل الفرق، وهؤلاء المشجعين هم الأول في السعودية بالنسبة لي، ودون المشجعين لا أعرف إذا كان لدينا مثل هذه النتائج حتى الآن. نعم كابتن، أفضل السنوات بالنسبة لك السنوات الثلاث في الهلال، أي سنة كانت الأفضل؟ الأفضل كانت الجوائز الثلاث التي أو الانتصارات الخمسة التي فزتها مع الهلال، لأن هدفي كان هو الفوز، هذا للنادي وللمشجعين، كان هذا الفشل هو الخسارة الأكبر بالنسبة لهم. كابتن، فيما يخص فكرتك عن الكرة السعودية قبل أن تحضر وبعد أن حضرت، حدثني قبل أن تحضر وحدثني بعد أن حضرت ولعبت في السعودية 3 مواسم.
بصراحة لا أعرف، لم أكن أعرف الكثير قبل أن آتي إلى هنا. فقط ما كنت أسمعه من المدربين الذين سبقوني إلى السعودية وقالوا لي أن المستوى ليس عالي كما هو في أوروبا، وهذا ما أتفق معهم فيه. ولكن أود أن أقول لمن قالوا أن الكرة هنا ضعيفة، أقول لهم أنهم مخطئين. هي جيدة لمستوى جيد ولديهم لاعبين أكفاء. بالنسبة لي كانت البطولة صعبة بالطبع. كابتن، ماذا ينقص اللاعب السعودي بالنسبة لك وأنت يعني عايشت الكرة السعودية 3 مواسم؟ لا أعرف بالتحديد، لكن كما تعلم هناك أوقات جيدة وأوقات سيئة بالنسبة للفرق. من جانبي بوسع أن أقول أنني كنت سعيد لأننا حققنا انتصارات كثيرة وفزنا ببطولات كثيرة، ولكن كان هناك لحظات سيئة عندما أخطأنا فيها، وأنا أعرف أننا نخطئ كثيرا ونحن بشر في النهاية نخطئ. ولا أعرف إذا كان هناك جهة لديها أي شيء ضدي. أنا أعتذر على أي شيء سيء بدر مني حتى الآن. كابتن، سأعود معك لهذا الموضوع، لكن أريد أن أسألك كابتن، يعني أرجو لا يستفزك هذا السؤال مرة أخرى، لأني أعيد فيما لو غادرت، يعني من ستأخذ معك من اللاعبين السعوديين؟ من تحب أن يكون يلعب إلى جانب رادوي فيما لو كان القرار لك والخيار لك؟ إذا أردت نعم. نعم، إذا كان الأمر يعود لي وسأغادر من الهلال وأود أن أخذ أحدا، سأخذ الفريق كله، وهذا ليس ممكن. ولن يكون هناك لاعب واحد. فالفريق الهلال أعني كل اللاعبين فيه جيدين. لذلك في هاتين السنتين والنصف اللتين قضيتهما هنا وفزنا بكأس الملك خسرنا فقط بالبطولة النهائية في كأس الملك، ولكننا أبلينا حسنا. وبالنسبة لي الاختيار من اللاعبين صعب جدا، فاللاعبين مثل ياسر وفهد وشلهوب وأسامة كلهم جيدين، والأسماء يمكن أن تستمر وتواصل حتى أختار جميع اللاعبين. نعم. كابتن، هل ستغادر الهلال من أجل أن تغير المكان الذي أنت فيه والأجواء التي تعيش فيها، أو ستغادر من أجل المال؟ بصراحة أجبني، هذه الإجابة لجماهير الهلال أكثر مما تكون لي أنا. بداية أود أن أفوز بكأس الملك، فهذا الكأس مهم بالنسبة لي. بعد ذلك لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل. يمكن أن أغادر ويمكن أن أبقى، وإن غادرت لن أغادر من أجل المال. فمن يعرفونني يعرفون بالضبط ماذا يحدث، وعند المغادرة سيكون هدفي بسبب إشكالات أسرية وتعليم أبنائي وليس من أجل المال. كابتن، أخيرا في الملاعب السعودية أو في الكرة السعودية، هل كنت هدفا لحملات غير رياضية خارج الميدان أقصد؟ هل كان رادوي مستهدفا؟ لا أعرف إن كنت هدفا أو مستهدفا. كما قلت لك، أنا كغيري نخطئ، وللاعبين الآخرين ربما أكون هناك عبارات لا يحبذونها مني. أنا أعتذر على هذا، لكن في أثناء اللعب يكون هناك ضغط، وفي بعض الأحيان لا تسيطر على نفسك. هذه مشكلة بالنسبة لي ولجميع اللاعبين. أنا أعتذر إن كان بدر مني أي شيء غير جيد،
لا أعرف إذا كان هذا مشكلة بالنسبة للآخرين. جميل رادوي، يعني منك هذا الاعتذار. أشكر لك هذا الحضور، وهو يعني يعتذر إذا يقول يشترط فيها. يعني أشكرك جزيل الشكر على اختيارك في المرمى في حديث أنا أسميه حديث الوداع، ولك أنت لا تسميه كذلك. شكرا جزيلا. اللاعب الذي لن تنساه الملاعب السعودية أبدا، ميري رادوي، شكرا جزيلا لحضورك. التعليمات المحلية والدولية في قضية